كل عربيات مجموعه في دبليو واخده حقها وزياده، انما العربيه دي بجد مظلومه جدا والموضوع ده مجنني. سيات اتيكا 2025. العربيه دي ارخص من التيجوان والترامار بفوق النص مليون جنيه، والفرق بينهم في الامكانيات مش كبير قوي يعني، فايه بقى؟ تيجي بنفس موتور في دبليو المشهور اللي انا زهقت من كتر ما اجيب سيرته، موتور الار 400 سي سي التربو اللي بيطلع 150 حصان مع 250 تورك. ولكن لو انت بقى بتخاف من فتيس الدول كلاتش، فالعربيه دي تيجي بالفتيس الثمان سرعات الايسن الياباني. سنسورز قدام، فول ال اي دي، جنط 17، كيلس انتري وروف راك شكله لذيذ. بادل شيفترز، ديجيتال ديسبلاي، شاشه 8.5 انش فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وايرلس تشارجر، فرامل كهرباء وبتغير المودز من هنا. سقف بانوراما، مرايات تعتيم الكتروني، والكراسي نصها جلد ونصها الكنتار. مساحات مقبوله، مسند فيه كاب هولدرز، فتحتين تكييف وفتحتين تايب سي. الانوار هنا برضه ال اي دي، كاميرا خلفيه، سنسورز ورا، وشنطه كهرباء مساحتها 510 لتر. العربيه اللي بصورها دي هي الستايل بلس. الفرق بينها وبين الاف ار هقوله لكم دلوقتي. اول فرق طبعا هو لوجو اف ار اللي بيديك الانطباع الرياضي. الجنط هنا 18 مش 17، وكله بالاسود. كراسي هنا جلد بالكامل وكهرباء وفيها ميموري. العربيه دي يمكن مشكلتها ان العفشه ناشفه شويه، دي حاجه الناس اللي بتحب الاداء الرياضي هتحبها، بس الناس اللي عايزه الراحه مش هتحبها قوي. من غير ما اطول عليك، قول طول يا ابو الصفاصيفه، لو عايز العربيه دي فهي موجوده بدون مصاريف اداريه وتامين شامل هديه في اكستريم اوتو.